السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. طبعا العيد خلاص مشي. أنا النهارده برضه مش هطول عليكم، هقول لكم حاجات بسيطة جدا بس هتفرحكم وتعجبكم جدا بجد. طبعا كلنا بنبارك ونقول شابوه للنادي الأهلي، فريق سيدات الطايرة يفوز على نادي الزمالك. فريق مواليد 2003 النادي الاهلي يفوز على نادي الزمالك 2-1 في عقر داره على ارض نادي الزمالك. الاهلي بيحقق انجازات في الطايره، في السله، في جميع اللعبات. الاهلي بيفوز في كل البطولات. شابوه لفرقه مواليد 2003 بالفوز على نادي الزمالك 2-1 على ارضه. وطبعا كمان بردك معانا، احنا لسه ما خلصناش الاخبار، لسه ما خلصتش معانا. طبعا الاهلي مواليد 2006 بيفوز على الزمالك وفي مباراه تاريخيه. مزيكا الاهلي بيقدم سيمفونيه الكره المصريه. في مواليد 2006 يفوز على الزمالك بنتيجه 5-2. هذا النتيجه حاجه كبيره جدا، يفوز على الزمالك 5-2 حاجه بجد تاريخيه. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي، بعثه النادي الاهلي وصلت امبارح المغرب لملاقات نادي الرجاء البيضاوي، المغربي في ملعب محمد الخامس يوم السبت في تمام الساعة 9 مساء. مباراة تاريخية. طبعا احنا زي ما كلنا عارفين ان نادي الرجاء عاوز يعمل رومونتادا قوية قصاد الاهلي، والمفروض ان هو عشان يوصل يفوز على النادي الاهلي 3-0، ودي حاجة من ربع المستحيلات. وبرضك كولر حذر اللاعبين وطلب من إدارة النادي الأهلي فرض السيطرة السرية الكاملة على بعثة النادي الأهلي في المغرب. وبإذن الله الأهلي يحقق الفوز ونصعد، نوصل للدور نصف النهائي. وطبعا النهارده أول مران للنادي الأهلي من حوالي كده بتاع ربع ساعة. النادي الأهلي كان بيتحرك لملعب لا يقيم عليه التمرين الأول للنادي الأهلي. طبعا في الختام نتمنى ان كل جماهير تساند النادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي. وفي الختام كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وما تنسوش المشاركه والمتابعه والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.